السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في لقاء جديد مع استشاري إسلام إبراهيم السعيد. نتكلم مع بعض النهاردة في لقاء يتجدد كل يوم على قناة كبسولة بيزنس. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل الجديد من محتوى القناة. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات تحت، وأتمنى اللايك عشان عدد كبير يشوف الفيديو. النهاردة حديثنا عن الفكر التجديدي في البيزنس، كيفية تطوير بيزنس قائم بالفعل. انا بتكلم محدد الموضوع قائم بالفعل، انا عايز اطور واجدد فيه، مش انا داخل على بيزنس ازاي اجدد واطور. هو فين البيزنس اصلا اللي اجدد واطور فيه؟ انا بتكلم مع حضرتك النهارده وعايز اوضح حاجه بسيطه جدا بتفرق ما بين حد عنده بيزنس وعايز يطور. في ناس التطوير في دماغها انها تدخل منتجات جديده، تدخل سوق جديد، تبيع في منتج تبيع لمجال جديد او في قطاع جديد، وتجيب شريحة عملاء جديدة. ده دماغه في البيزنس دماغ عالية جدا وتفكيره تجاري بحت. في واحد تاني انا من وجهة نظري شايف يعني هو كويس، هو احكي لكم عنه. الراجل ده انا افتح فرع جديد بنفس المنتجات بنفس الفكر بنفس طريقة البيع بنفس طريقة التسويق، ولو الفرع ده بيحقق مبلغ ربحي كذا يبقى يحقق في الفرع التاني وشكرا، مش عايز حاجة تانية، مش عايز حاجة تانية. في واحد تالت، وعلى فكرة الحالة التانية اللي انا اتكلمت عنها دي بتخسر ليه؟ افتتاح فرع جديد، بيع نفس المنتجات، كل الكلام ده خالص كله بيؤدي الى سبب انت قررت نسخة بيزنس ناجحة عندك في مشروعك، حطيتها في فرع تاني المنطقة تانية تغطي نفس عدد من الناس، بس ما قدمتش خدمة جديدة. فرقك ايه ما بين المنافسين؟ ده بيقول لك المنافسة بتصنع افضل جودة وافضل منتج، وعميل بيجي بيختار. المنافسة بتطلع يا باشا، بتطلع بتفرز. المنافسة على رأي لغة بتوع البيزنس منافسة غربال. دخلت ده وده خرج من السوق، وده دخل وده راح وده جه من المنافسة الجيدة اللي بتخلق منتج جديد. في واحد تالت يقول لك انا فكرتي عن البيزنس، عنده فرع ونجح، فيقول لك انا هبدأ اتوسع لقطاع جديد خالص غير القطاع اللي انا فيه، والقطاع ده نجح، طور فيه، يسعى ايه؟ طور في القديم وابدا خش قطاع جديد. يعني مثلا واحد صاحب براند بيبيع مستحضرات تجميل، ففكر مثلا في فكره، طب انا ادخل نفسي افتح مكان، مركز مساج وعلاج طبيعي، واجيب دكاتره واجيب ناس وابدا اصرف في هذا الحيز والنطاق، وابدا اتارجت ان انا كمكان بعمل مساج وبعمل مثلا كوافير في جزء او برانش للعلاج الطبيعي، ببدا ادخل فيها بيع منتجات مستحضرات التجميل. دماغ الاول طور في قطاعه في محله، دماغ التاني بينسخ نفسه في حتة تانية هتنجح بس مفيش التطوير فهيخرج من المنافسة. التالت فكر في فكرة خارج الصندوق وقال لك افتح في قطاع تاني، في حاجة لها علاقة بيا وتارجت بيها النبيع اكتر واسوق اكتر للبراند الاول بتاعي. 3 حالات في البيزنس، كل السوق كل يوم ده بيفتح في كذا وده بيعمل كذا وده بيسوي كذا على على المنوال ده. في واحد تاني بتاع بيزنس برضه، نخرج بقى من حيز النموذج، ال3 نماذج اللي انا قلتها. مثلا واحد يقول لك ايه، مثلا واحد شغال في قطاع الحديد والصلب او الخردة، واحد يقول لك طب ما انا شغال في الحديد، اشتغل في صناعة تكميلية. ايه بقى الصناعة التكميلية؟ اشتغل افتح مصنع اسمنت. طب في الاول كده انا محتاج 3 4 مليون جنيه عشان افتح مصنع. طب ما اخد خط انتاج في مصنع شغال بالفعل مصري بايد مصريه، وابدا اتارجت ان انا مصنع وباخد خط انتاج وابدا اعمل مقر وابدا احط شغلي وابدا اسوق وابدا انزل سعر اقل من السوق مثلا بمبلغ بسيط عشان اخش السوق، وبعد كده ابدا انافس. ولو العمليه نجحت معايا بعد 5 6 سنين اكسب مبلغ مالي كبير، يبدا يخليني افتح مصنع. ال4 نماذج دولت، اول 3 نماذج دول النموذج الاشهر.
الرابع فكره متطور. ده بقى فكره اسمه عنده الفكر التطويري في البيزنس. ايه بقى؟ ان هو شغال في نشاط له علاقة بنشاط اخر، بس فتح النشاط التاني يكمل الاولاني، وفي النهاية خدم قطاع المقاولات العقارية. الناس محتاجة حديد وصلب تبني، محتاجين طبعا الاسمنت عشان يبنوا ويعمل مباني داخلية داخل اي عمارة او منشأة بتبني. فبالتالي انت بتختار الملعب اللي بتشتغل فيه، ولازم يبقى عندك خبرة كافية في اللعب في الملعب. والخبرة انك تتعلم المنافسة ازاي وجاية منين. واهم حاجة من الدروس اللي انا اقول لك عليها انك تدرس السوق كويس، ودراسة حالة السوق واسعاره لدى المنافسين ولدى الناس اللي بتشتغل في مجالك، والاسعار والتسليمات والتوريد والموردين فين، عناوينهم، اماكنهم. كل الحالة دي تدرس السوق كله. تدرس السوق مش في حالة قوته بس، في حالة ضعف، وتتعلم ضعف ليه. هو ده أهم من دخولك للسوق بفترة أنت مش مؤهل إنك تدخل فيها. ودي أهم نصيحة، ادرس السوق قبل ما تدخل السوق عشان ما تخشش بجهل وتفشل. إن في الحالات دي واحد مثلا بيجهز محل بنص مليون بمليون جنيه، بيشتري ديكور، بيشتغل، بيعمل، بيخسر فلوس كتير جدا على خطوات أولية. المعرفة بالبيزنس وازاي اطور البيزنس، تطوير البيزنس. يعني مثلا النموذج الاولاني اللي بيقول لك هتخش في قطاع جديد ومنتجات جديدة، لازم يجرب المنتجات دي اصلا. لازم يعرف انا ببيعها لمين، طبقة يعني الطبقة العالية جدا اللي هي الاي كلاس، ولا البي، ولا السي، ولا ايه. وفي كل طبقه ليها شرايح. يعني طبقه البي اللي هي الطبقه المتوسطه، في واحد مثلا يقول لك اشتري كريم ب 100 150، ده اخره. مش هيشتري حاجه ب 300 400 جنيه كريم ويقول لك في الاخر ده كريم. فلذلك حتى دراسه حاله السوق بتاهلك السوق ده والمنطقه اللي انا هفتح فيها، او المقر بتاع شركتي اللي هيوزع من خلاله، هبيع لمين. الناس دول عندهم المقدره ان هم يشتروا مثلا بالاسعار بتاعتي، ولا اروح افتح في منطقه احسن شويه عشان يتقبلوا اسعاري. طب انا بقدم سعر عالي، طب ايه الاميز في منتجي؟ كل ده لازم تسأله لنفسك في قطاع البيزنس والاعمال، وهذا ما يسمى بالفكر التجديدي لتطوير البيزنس. شكرا، السلام عليكم.